بسم الله الرحمن الرحيم. الجهاز الفني الكولر مقدم شكوى للفيفا في إدارة نادي الأهلي، عاوز مستحقاته. وده اللي كنا بنقوله، كولر بياخد دفعات وبيقبض مرتب من الأهلي، وريبيرو مقدم شكوى برضه وعايز دفعات وعايز ياخد مرتبه من الأهلي، وطرب ثلاث مدربين هو ده المشكلة. النهارده في تهديد انه الاهلي يتم ايقاف قيده، طبعا هي مش توصل لكده لان هم هيدفعوا ان شاء الله دفعات ويحلوا، لكنه انك انت تغير كذا مدرب وتعمل عقود مش مظبوطه، دي النتيجه. كان في اجتماع ما بين ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وطرب، وعمل مشكله عشان كاموش. طبعا هو عارف انه عقد كاموش انه لو لعب 60% من ماتشاته مجبور الاهلي انه يجدد معاه، انه يمضي معاه عقد كامل السنه الجايه. فطبعا هو وكيل كاموش، هو وكيل طرب. فالراجل عايز بقى، هو كده كده عايز يقرف الاهلي. طرب عايز يقرف الاهلي لانه عارف ان هم النيه ان هم يمشوه. فقال لك لا، ده اخربها على الكل. انا عايز كاموش عاجبني. كاموش عاجبك؟ انت كنت بتقول عليه مهاجم ضعيف. اه لا، بس دلوقتي عجبني. مش انتوا عايزين تمشوني؟ يبقى دلوقتي عاجبني. فهيشركوا عشان يبقى اشترك 60% من الماتشات، فيجبر الاهلي انه يجدد مع كاموش. دي مشكله كبيره على فكره. ونهايه الموسم انت النهارده لو حبيت تفسخ عقدك مع طرب هتدفع له، وحتى لو السنه الجايه واستنيت اسبوعين زي ما العقد بيقول هتدفع له 2.5 مليون دولار. طرب هيغرم الاهلي كتير، وكولر عايز حقه، وريبيرو وجهازه عايز حقه، وكاموش لو اشترك 60% من الماتشات هيجدد اجباري ويقعد لك فيها، يبلط لك فيها، يقول لك بقى اديني عرني لاي فريق زي ما بتعمل يا اهلي واديني مرتبي. انا ايه اللي يخليني اخسر مليون دولار في السنه؟ هي ماشيه كده. هم كمان عايزين يقلبوا الاهلي في قرشين. هم شايفين الاهلي بيدفع، هو بيهموش، بيجيب صفقات وبيجيب لعيبه وبيعير وبيعمل. ما هو ادينا بقى من اليغمه دي، ما احنا عايزين من اليغمه دي. الاجانب طمعوا في الاهلي، مش بس اللعيبه المصريه، مش بس امام عاشور. امام عاشور ابوه في السعوديه، في كلام عن انه امام عاشور وابوه طبعا يعني امام عاشور مع المنتخب، فابوه بقى يقعد مع الناس بتوع نادي الشباب السعودي ويتفق. امام عاشور جايب عقد ب 5 مليون دولار، عايز يمشي من الاهلي. وعلى فكره الاهلي مش هينفع فيه امام عاشور وتريزيجيه وزيزو، مش هينفع، لازم اللمه دي تتفركش. فامام عاشور طبعا هجيب لك عقد بقى من الشباب السعودي 5 مليون دولار، يا تزودني. ما هي هتبقى مساومه. هو الطمع على الكل وفي الكل. مشكله كبيره بتاعت امام عاشور ولازم تتحل. يا اما يبيعوه وياخدوا ال 5 مليون دولار، يا اما، وانا رايي ان هم يبيعوه، يا اما يزودوا زيزو. مش كده امام عاشور مكمله، مش كاموش بقى مشكله، طلوب مشكله. طب هو بس كده؟ لا، حتى ابراهيم عادل عاوز زياده في عقده. ابراهيم عادل كان المفروض هيدفعوا له 40 مليون جنيه شك براكب ويجي ده، قال لك لا، انتوا بتدوا زيزو 2 مليون دولار. طب يا عم هيديك في فيلا في سكرتك كده. لا، ما انا عايز فلوس، انا عايز فلوس. فابراهيم عادل عايز فلوس، عايز سبب زيزو وتريزيجيه من قبل ما يجي. شايفين المصايب اللي بتحصل في اوضه اللبس قبل ما اللاعب يجي؟ هي كده. فيعمل ايه بقى الاهلي؟ قال لك طب احنا نشوف بقى مايلي. يعني الاهلي بيفاوض مايلي، عايز ياخده من بيراميدز. امال ايه؟ انتوا فاكرين ايه يعني؟ ما هي هتدور كده صفقات في الناس انتوا عارفينها. في صفقه الاهلي برضو بيتفاوض عليها، لاعب برازيلي. اشمعنى برازيلي؟ قال لك ما هو الزمالك عنده لاعب برازيلي و... وجزيره ومش جزيره. طب احنا نجيب برضو ليه لجمهور الاهلي لاعب برازيلي عشان برضو ايه الجمهور يتبسط. يعني يهمنا الجمهور يتبسط. طب النتيجه ايه في الملعب مش مهم، احنا المهم الجمهور يتبسط. الجمهور مش هيتبسط. الجمهور عمره ما هيتبسط غير باداء كويس، غير بلعيبه مش منافسين من بعض. الجمهور عايز فريقه يلعب بشكل جماعي ويحبوا بعض ويكونوا متعاونين.
مش بالصفقات هي. لكن في اصرار الحقيقه من اداره الاهلي، سواء الخطيب او ياسين منصور وسعد عبد الحفيظ، هم نفس المدرسه. ادي الجمهور صفقات، صفقات، ما فيش حاجه ثانيه يعملوها. ومكايده بقى في الانديه، ابراهيم عادل، مايلي، لاعب برازيلي عشان يبقى شبه بزيره. عندنا واحد برازيلي، انتوا عندكم واحد برازيلي، احنا عندنا واحد برازيلي. انتوا جبتوا واحد برازيلي، احنا نجيب لكم واحد برازيلي. مشاكل مش هتخلص في الاهلي. والاهلي بيتكلم مع تروب انه لازم تكسب الست ماتشات. اذا كان بيكيدك وبيحاول ينغص عليك عيشتك في كاموش، هيعمل ايه بقى في الست ماتشات؟ هيخسروا معانا. ده هو تروب يعني ماسك الاهلي من دراعه اللي بيوجعه. هو عايز يمشي، هو عارف ان النيه كده كده هتمشوني. طب كده كده هتمشوني، انا اخسر لكم في الدوري وابدل لكم الدنيا، فتبقوا مضطرين ترضوا الجماهير بانكم تمشوه تدوا 7 مليون دولار يعني. وهلبسكم كاموش كمان. ايوه، ما عند بقى، عند. ده اللي حصل في الاهلي. اللي بيحصل في الاهلي ما حصلش من سنين طويله قوي. اللي بيحصل في الاهلي ده جديد. ودي صراعات الاداره، ودي الصفقات الغلط، ودي التعاقدات الغلط، ودي العقود اللي معموله بشكل خطا. دي النتيجه، دي النتيجه. الدوري السنه دي ممكن يضيع. مش ممكن، انا رايي انه احتمال كبير يضيع. طلب عايز يخسر. ده مدرب عايز يخسر عشان تمشيه وتديله عقده. طلب عايز يخسر عشان تمشيه وتديله عقده. هو عاوز يخسر، الراجل مش عايز يكسب. هيلاعب لك كاموش، وهيلاعب اللعيبه في غير اماكنها، وهيبهدل الفريق اكتر ما هو متبهدل. هو ده اللي هيحصل في الاهلي. نتمنى ان الاداره يكون عندها حل. وان كنت شايف ان هم ما عندهمش حل غير بالصفقات والفبركه والكلام عن في الاعلام عن انه الحق الاهلي السنه الجايه هيبقى فريق جامد جدا زي السنه اللي فاتت. مايلي جاي، ابراهيم عادل جاي، لا هنجيب لعيب برازيلي. طب وبعدين؟ واللعيبه اللي عندك هنشوف لها حل. انت لك 8 شهور مش عارف تشوف لها حل. انت النهارده احنا داخلين شهر 4 اهو، انت من شهر 8 بادئ الدوري وانت مش عارف تشوف لها حل. 8 شهور انت مش عارف تشوف حل. انت مش عارف تشوف حل، انت عندك مشكله كبيره. اوضه اللبس مش هتتظبط، بالعكس اللي انت بتجيبه هيبهدل اوضه اللبس اكتر. مفيش حل بالشكل ده. حل انك تطلع لنا شباب. شوف قطاع ناشئينك، طلع شباب صغيره، اعتمد على ناشئينك. ما تحطش نفسك تحت ضرس حد. يعني ده الحل من وجهه نظري. والحل في التفاوض بالتراضي مع طلب يمشي. يعني طلب لازم يتم التفاوض معاه ويمشي بالتراضي. انت عايز ايه يا عم؟ احنا مش هندفع الخمسه او السته او السبعه، احنا مستعدين ندفع 2 مليون دولار 3 مليون دولار وهندفعهم اقساط. اتفق معاه يا باشا، اتفق معاه. دي غلطتك لازم تصلحها. لكن بالشكل ده انت كمان اسبوع هتلعب ماتش مع سيراميكا، هتعمل ايه؟ لو هو حط لك تشكيل خيل غلط وخلاك خسرت بالعامل، هتعمل ايه؟ ما انت برضه هتفسخ عقده ساعتها عشان ترضي الجمهور. ما انت هتعمل ايه؟ هتروح فاسخ عقده وتمشيه وهتدفع 7 مليون دولار. ممكن الماتش الجاي تراب يعمل كارثه ويخسر متعمد من سيراميكا عشان اداره الاهلي تمشيه. في الحاله دي اداره الاهلي مش هتلاقي حل غير انها تمشيه، تديله فلوسه، او تقول له اشتكيني زي الزمالك بقى ويحصل ايقاف قيد ويحصل المشاكل اللي بتحصل في الزمالك. مفيش حل تاني. فربنا يستر على الاهلي، ربنا يستر الحقيقه على الكره المصريه، لان الاهلي لما بيقع الكره المصريه كلها بتقع. ف ده الاحداث اللي بتحصل وده الكلام اللي موجود في الاعلام وفي الميديا. فروقه النادي الاهلي. وده تعليقي. شكرا جدا لكم.